تخيل تذاكر طول السنة وتتعب وتضغط نفسك وفي الآخر تضيع كل ده بسبب أخطاء بسيطة في آخر شهر أو شهرين في الثانوية. وللأسف ده اللي بيحصل مع طلاب كتيرة جدا في الثانوية الأزهرية. وعلشان كده في الفيديو ده أنا جاي أقول لك أخطر 5 أخطاء بيقع فيها طلاب الثانوية الأزهرية، ولو وقعت فيها ممكن تضيع مجهود سنة كاملة. فكالعادة سمي الله وصلي على النبي ويلا بينا. أول خطأ يا صديقي هو التوتر والخوف الزيادة، وده لأن الطلبة بتدخل فترة المراجعات وهي مرعوبة حرفيا. التوتر والخوف دول بيخلوا التركيز يقل والثقة في النفس تضيع، وصدقني حتى لو انت مذاكر لو دخلت الامتحان وانت متوتر وخايف أدائك مش هيكون أحسن حاجة. فخليك فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى طالبك بالسعي، والنتيجة دي مش بتاعتك، ما تفكرش فيها اطلاقا. فحاول تكون في فترة المراجعة هادي ومركز علشان تقدر تلم اللي فاتك، وكمان تقدر تأدي كويس في الامتحان. اما الخطأ التاني هو المذاكرة العشوائية بدون خطة، وده يا صديقي لان وقت المراجعة بيكون مضغوط جدا، وكمان طالب الثانوية الازهرية عنده مواد كتيرة جدا 18 مادة. فعلشان كده لازم يكون عندك خطة واضحة بحيث ان انت تركز على كل المواد. لان يا صديقي خليك فاكر ان مجموعك في الثانوية بيعتمد على المواد كلها، مادة واحدة بس في الثانوية كفيلة انها تضيع مجموعك. فعلشان كده لو ذاكرت بشكل عشوائي وانت في ثانوية ازهرية هتلاقي نفسك اهملت مواد، والمواد دي ممكن تضيع المجموع بتاعك. فعلشان كده زي ما قلت لك لازم يبقى عندك خطة واضحة بتراعي جميع المواد من غير ما تهمل اي حاجة، بحيث ان انت تكون مركز في كل المواد وتجيب فيها درجات عالية. الخطأ الثالث هو السهر المبالغ فيه. كلكم للأسف فاكرين ان السهر المبالغ فيه يعني مذاكرة اكتر، فكلكم بتلجأوا في فترة المراجعة لاستخدام المنبهات وبتسهروا بدرجة مبالغ فيها. ولكن خليني اقول لك السهر المبالغ فيه يعني بطء فهم، يعني ضعف تركيز، يعني نسيان اسرع. فصدقني السهر المبالغ فيه ده مش هيفيدك، بالعكس ده بيضرك جدا. فحاول تنام وقت كافي وما تجيش على نفسك علشان تكون مركز تقدر تستوعب وما تنساش بسرعة. الخطأ الرابع بقى يا صديقي هو ان انت في فترة المراجعة ما تحلش امتحانات بشكل كافي. لان خد بالك اهم حاجة في فترة المراجعة هو حل امتحانات كتيرة جدا، وخاصة في مواد زي الشرع والعربي. كتر الحل فيهم اصلا هيخليك تدخل تقفل وانت حاطط رجل على رجل، وقبل اصلا ما يعدي عليك نص الوقت في اللجنة. اما الخطر الاخير والاهم على الاطلاق هو ان انت تاخد مراجعاتك مع مدرسين ثانوية عامة، لان ما زالت مواد كتيرة جدا حتى في المواد الثقافية في الثانوية الازهرية نظام امتحانها بيختلف تماما عن الامتحان العام. وليكن مثلا اشهر مثال المادة اللي احنا بندرسها الاحياء والجيولوجيا، ما زالت بتيجي بنسبة 50% اسئلة منقضية. فحاول ان انت تاخد مراجعاتك مع مدرسين متخصصين في الازهر علشان يركزوا لك على انماط الاسئلة اللي بتيجي في امتحانك. بس كده يا صديقي، اتمنى ان انا اكون افدتك في الفيديو ده. سلام.